طبعا هنعمل شوربة خضار، معاكي بصل، معاكي توم، معاكي فلفل، ممكن تضربي الحاجات دي في الكبة على ايه صغير وحتة تومة معايا. طبعا ايه عشان انا ملقتش عندي بسلة، طبعا انا هعمل شوربة خضار، جبت كيس ايه اللي هو المجمد. طبعا انا ما بحطش فيها جزر، بس اللي بيحط فيها جزر يحط، انا ما بحطش فيها جزر، بس انا ماليش الا بالجزر، ماليش ساده، فطبعا ايه مش مشكله. فطبعا ايه لان انا ملقتش عندي بسله بقى، بعد العيد ان شاء الله نشوف بقى في بسله في السوق ولا لا، انا مش عارفه برضك. تمام كده اجيب لي ايه حبه بسله. طبعا هنعمل شوربه خضار يا جماعه. معايا طبعا البطاطس والكوسه، انا بحط بطاطس وكوسه وبسله، ما بحطش اكتر من كده. تمام كده الحله ممكن صغيره ايه ممكن نكبرها بس ممكن عشان الخضار لسه ناشف فايه كده. تمام كده جبت لها 2 ماجي، وعندي كاري كوكو بس انا مش عندي، بس التوابل اللي انا عندي فيها. تمام كده احط 2. طبعا ايه مكترش عشان هي ايه خطر. تمام كده معاكي توم بودره وبصل بودره، يعني في حد قال ان هي خطر فانا ايه ما بحطش كتير زي الاول. احط بقى كده توم بودره وبصل بودره يا جماعه. معايا ايه توم، انا حاطه توم. تمام اهو بقى ازود ايه الميه بتاعتي. طبعا بقى ايه يا جماعه بعد العيد ان شاء الله يا ريت نعمل ايه، نجيب حبه بطاطس نلحمهم، نجيب حاجات نواشف اللي هي الرز المكرونه الشعريه الكلام ده، لان الدنيا بعد العيد طبعا ايه المحلات هتقفل من الساعه 9، بعد كده الله اعلم ايه اللي جاي احنا مش عارفين. فايه ما تخزنيش فراخ ولحمه. تمام كده خزني الحاجات اللي انت هتحتاجيها، الحاجات النواشف بطاطس بصل